المنتخب الوطني. كابتن، خليني أسألك سؤال وتجاوبنا عليه بجواب نموذجي من الأجوبة اللي يعرفها أنا. أعرفك أنت رجل صريح. كابتن نجاح، لا زلنا إلى الآن متخبطين بموضوع استقطاب اللاعبين. هناك لاعبين في أوروبا، يعني بعيدا عن السويد، يعني احنا شوية كان تركيزنا على السويد، لا زالوا إلى الآن يعني غير متاحين للمنتخب الوطني، ومتاحين لكن تكملة الأوراق قد يكون لجنة المغتربين ما رايحة موجهة الأنظار عليهم وجهتها، فهذا اللي خلاهم يعني لا زالوا إلى الآن مركونين. أنت بنظرك اليوم هذه الفترة هي فترة المغترب لو فترة المحلي؟ شوف، انا اكد لك واجزم لك واعد رايي ثابت، يعني ذاك الوقت لحد هذا الوقت ايضا ننفتح ملف المغتربين اللي هو ايضا ملف ملغوم لحد الان. شوف، انا تدريبيه صريح وياك. اولا لاعبين المغتربين انا يعني شخصيا احنا بصراحه اقول لك اياها، من نشوف لاعبين المنتخب يلعبون درجه ثانيه وثالثه، حقيقه انا ازعل. تعرف قل لي ليش تزعل؟ لانه اللاعب العراقي مو مستواه يلعب درجه ثانيه وثالثه. انا بالنسبه لي اريد اشوف اللاعب المغترب يلعب من الخمسه التوب باوروبا، اقول هذا. ولذلك احنا يمكن عندنا نموذج موسى التعمري عذرا عن اللي هو يلعب المقاطعه. بفرنسا، هذا شفنا خلق فارق حقيقه بالمنتخب الاردني. هذا الجانب. الجانب الثاني قل لي، يعني انت محترض على المغتربين